أنا سميتها طبقات السعادة، كل طبقة وطبقة بتوديكي كده في حتة تانية خالص. استخدمت جيلي من كوكس، جبت كده الباكيتين لكل كوباية مية سخنة باكت من الجيلي، حطيت كوبايتين مية سخنة عليهم 2 باكت من الجيلي، هنقلبهم كويس جدا وبعد كده ننزل بنص كوباية مية ساقعة. اي كاسات عندك انزلي بقى بالجيلي كده ربع ودخليه الفريزر لمدة نص ساعة لحد ما نحضر الطبقة التانية. كوبايتين من الحليب عليهم كيس من الكراميل، نقلبهم كده على نار متوسطة لحد ما يوصلوا لدرجة الغليان وابدأ اسيبهم اركنهم على جنب. الجيلي اتماسك معايا تماما والكريم كراميل برد، وبعد كده نزلت بكمية الكريم كراميل على الطبقة بتاعة الجيلي. كان عندي كريم شانتيه كده، نزلت بالطبقة التالتة كده من الكريم شانتيه، والخطوة دي اختيارية بس عايزة اقولك طعمها خطير. كان عندي بقى بسكويت كده، فرمت واحدتين وسبت الباقي كده سادة عشان أجرنش بيه الوش. وعملت الطبقة الأخيرة بقى كانت صوص الكراميل، عملناه مع بعض في كيكة الترليتشا. مش عايزة أقولك كمية الطبقات خطيرة. دخليها التلاجة واستمتعي بطبقات السعادة اللي هترطب عليكي في الحر ده، وكمان هتشرفك قدام ضيوفك. عايزة أقولك بأرقام خزعبلية جدا في المحلات. لو جربتيها بطريقتي هتعجبك جدا، ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم.